معاكم مستر محمد البنا، معاكم النهارده في بودكاست اسألني مع أشطر. معايا مجموعة من الأسئلة، أنا مش عارف الأسئلة دي فيها إيه بصراحة، فأنا وحظي كده هنختار السؤال وربنا يستر وما نقعش في فخ يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يستر وتكون الأسئلة من المنهج. السؤال أنا مش عارف هو السؤال مكتوب إيه، بس أنا هنقراه أهو. بتقيم إزاي تجربتك على منصة أشطر؟ وهم عايزين إن أنا نقول في حقهم كلمتين حلوين، وهم حقهم يتقال عليهم كلام حلو بصراحة يعني. أنا بصراحة كنت متردد جدا قبل ما أشتغل مع أشطر، وأكتر حاجة عجبتني في أشطر إن هم كانوا بيتعاملوا معانا كأننا شركاء نجاح، اللي هو المبدأ المشهور وين وين، أنت هتستفيد مننا وأنت هتفيدنا أنت كمان. فالحقيقة ديت أكتر حاجة عجبتني، إن إحنا بقينا شركاء في النجاح مع بعض، إحنا الاتنين هننجح مع بعض. وأنا اللي كان لينا الحظ إن مدينة دمنهور كانت من أوائل المدن اللي اتعاملت مع أشطر، والحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى أعتقد إن إحنا فعلا شركاء. أشطر شاركوني في نجاحي وأنا شاركتهم في نجاحهم الحمد لله، وربنا يديمها علينا نعمة. اللي هي كام سؤال بالظبط؟ نسحب سؤال تاني وربنا يستر ويكون سؤال زي سهل زي الأولاني ده. يلا السؤال التاني معايا اهو. موقف أثر فيك بشدة كمدرس خلال مسيرتك المهنية. لا، هو في مواقف انت بتوصل لمرحلة كمدرس ممكن تبكي. مواقف كتير يعني. مثلا لما يكون في طالب والده يتوفى في ايام الامتحانات او قبل الامتحان بحاجة بسيطة، والده يتوفى والطالب ده يطلع الأول على المدرسة. الموقف ده اتكرر أكتر من مرة. وكمان ساعات كمان الوفاة كانت بتبقى صعبة، لأن هي كانت بتبقى فجأة، فكانت بتبقى صدمة للجميع. ومع ذلك كان الطالب ده كان بيبقى إيمانه بالله قوي جدا. فبرضه ديت من المواقف الصعبة. مواقف صعبة إن تلاقي الظروف المادية صعبة جدا جدا وتدخل بيوت. أنا كنت ببكي بصراحة، ظروف مادية صعبة جدا جدا، وتلاقي ما شاء الله الطالب لا حاجة تشرف. فدي يمكن أكتر مواقف أثرت فيا كمدرس فعلا يعني. فتحياتي للطلبة دي بجد. شوف سؤال كمان. تجربة أثرت في حياة طالب ووصل لمستوى علمي ومهني قوي. يعني في تجارب كتير فعلا أثرت في حياة طلبة. اللي هي مثلا إن بيبقى في طلبة بتبقى متفوقة، بتطلب مثلا يا مستر في منحة، ناخد رأيك. في الحقيقة الطلبة ديت لما بسأل عليها بعد كده، بسم الله ما شاء الله، في عندي طلبة كتير جدا بسم الله ما شاء الله يعني بقوا يمثلوا مصر كعلماء في دول يعني كبيرة يعني. في أمثلة كتير جدا، في طلبة ممتازين جدا يعني زي مثلا عبد الله شوقي، زي هاجر أبو نار. طلبة وصلوا لمرحلة إن هم بقوا علماء فعلا بيمثلوا مصر، زي باشمهندس محمود داغر كان ما شاء الله كان الأول على الجمهورية، وما شاء الله دلوقتي خريج جامعة ألمانية وحاجة مشرفة جدا. في أسامي كتير، في طلبة يعني ده اللي جه في ذهني. في أسامي كتير الحقيقة طلبة نجحوا جدا في الحياة العملية، ودولت فعلا ما شاء الله خدوا قرارات صح، منح في جامعات كبيرة، وما شاء الله بقوا حاجة ممتازة جدا، بقوا فخر لمصر كلها الحقيقة. أنا ذكرت بعضهم اللي جه في دماغي، بس هم كتير على فكرة يعني. سؤال كمان، شوف أسئلتهم. ده ولا امتحان ثانوية عامة. في ظل التعديلات والقرارات الجديدة، انت مخطط تعمل ايه عشان تساعد طلابك؟ احنا خططنا ان احنا جينا اشطر. في ظل النظام التعليمي الجديد، طالب بقى محتاج يحل كتير جدا، محتاج يسمع الشرح تاني. فهي خلاص انت دلوقتي دخلنا في عصر المنصات. فانا هنا الحقيقة اللي هي تعليق يعني، الطالب عنده صبر يسمع فيديو نص ساعة وساعة كيف تهكر اكونت الفيس بتاع صاحبك، يا يسمعوا بلا ملل. طب ما تسمع الحصص بتاعتك، طب ما انا باعت لك الحصه اهو. فميزه للمنصات ومن ضمنها اشطر طبعا، وانا كمان انا شخصيا ليا منصه خاصه بيا بحل عليها كتب خارجيه. فبنساعد طلابنا بان احنا بنبذل مجهود كبير وبنسجل لهم فيديوهات كتيره جدا، ودي عمليه مكلفه ماديا ومجهده بدنيا وذهنيا، ومع ذلك بنقدمها هدايا لطلابنا، واعتقد ان ديت افضل مساعده ليهم. الحاجه الثانيه المتابعه. طلبه بتتضايق من المتابعه بتاعتنا. احنا عندنا متابعه يعني الطالب بيقول دي متابعه رخمه، احنا معلش احنا قاصدين انها تبقى رخمه، ودايما بنتصل بولي الامر برضو المتابعه القويه بتاعتنا. الحاجه الثالثه ورش العمل اللي بنعملها اسبوعيا، عشان بتساعد الطلبه لو واقع في درس معين بيحضر ورشه عمل اعاده شرح الدرس ده وبنحل عليه كتير وهكذا. فيتهيألي ديت ابرز حاجات احنا عملناها عشان نساعد الطالب بتاعنا ان شاء الله ان هو يكون نمره واحد، مش يبقى شاطر بس، يبقى نمره واحد كمان. السؤال اللي بعده، ما هي استراتيجيتك
لتحفيز الطالب في التعليم، لتحفيزه مش تحفيظه، لأن ما عادش في حفظ يعني، لتحفيز. لا إحنا بنحفّز الطلبة الحقيقة، يعني أنا يعني إحنا في التحفيز يعني A1 يعني دايمًا أنا باحفّز الطلاب بجملة شهيرة، أكتر جملة بتحفّزهم اللي هي التكرار بيعلّم الحمار، وأنت مش أقل من الحمار في حاجة، يعني الحقيقة دي أكتر كلمة بتحفّز طلابي إنه ما ييأسش، يعني التكرار علّم الحمار، أنت أقل من الحمار في إيه؟ فدايمًا باحفّزهم يعني ما تلاقوش هُم فاهمين إن أنا محفّز قوي يعني. طيب إيه كمان؟ احكِ لنا عن تجربتك في الأونلاين وإيه رأيك في الفكرة نفسها؟ يعني متهيأ لي إحنا اتكلّمنا، يعني فكرة الأونلاين هي فكرة الأونلاين عمومًا كانت مش قبل الكورونا مش مستحبة، طالب يقول لك أنا عايز أقعد في وش المدرس، إنما الكورونا جات فرصة إن الناس خلاص افرض حصلت ظروفٍ ما، فالناس ممكن تضطر تشتغل أونلاين، وهو دلوقتي خلاص التقدُّم التكنولوجي اللي إحنا فيه بقى الطفل الصغير هو عنده سنة سنتين ماسك الموبايل، فخلاص يعني أنت ماسك الموبايل فلازم يكون التعليم يكون application من ضمن الحاجات اللي أنت بتفتحها، زي ما بتفتح فيسبوك، زي ما بتفتح يوتيوب، افتح المنصات واتفرّج على دروسك، يعني التعليم الأونلاين دلوقتي أصبح لا مفر منه، أنت دلوقتي تقدر تتعلم حاجات كتيرة وأنت قاعد في بيتك، تتعلم حاجات كتيرة جدًا وأنت قاعد في بيتك، تتعلم لغة، تتعلم علوم فيزيا، تتعلم مهارات كتيرة، تتعلم علوم شرعية، تحفظ قرآن، كل ده بقى دلوقتي أونلاين، فالأونلاين طبعًا سهّل العملية، بس يا ريت الطالب يآمن بكده، إن الأونلاين ده معمول عشان يسهّل لك العملية، فأنت أداة بقى في إيدك يا ريت تستخدمها، يا ريت تستخدمها، لإن في طلبة كتير بتكسّل أوي في استخدامها. السؤال اللي بعده، لو دي أول تعامل ليك مع أشطر، ممكن تعرّفنا أنت شايف أشطر بوجهة نظرك إزاي؟ الأسئلة كلها على أشطر، ما إحنا جاوبنا، قُلنا أشطر زي العسل وناس جميلة وكل حاجة، عايزين إيه تاني؟ تمام، فهي طبعًا أول تعامل ليّا مع أشطر، أنا شايف أشطر من وجهة نظري ناس محترفة، ناس زي ما أنا قُلت هم الميزة فيهم إن هم دايمًا بيحسّسوا المدرس إن هم شركاء معاه في النجاح، فدي أنا تقييمي لتجربتي مع أشطر. سؤال كمان، بتتعامل إزاي مع الطلاب اللي بيواجهوا صعوبة فهم؟ برضه أعتقد السؤال ده أنا جاوبت عليه، إن إحنا بنعمل لهم وِرَش عمل، حصة إضافية كل أسبوع بنعيد فيها شرح تاني، بنعمل لهم كمان الحصص الأونلاين ديّة، الطالب بنبعت له الحصص كلها على الموبايل يسمعها تاني، بيبقى لو في طالب جايب درجة وحشة في الكويزات، بنعمل له إعادة للكويز وبنتناقش معاه في أخطائه لحد ما نطمن إنه فهم، برضه نفس الكلام في الامتحانات لو جاب درجات وحشة، بنعمل لهم إعادة للامتحان وبنتناقش معاهم في أخطائهم لحد ما نفهمهم أخطائهم إيه. دلوقتي يا مستر هنيجي لفقرة هترد بكلمة واحدة، يعني إحنا هنسأل سؤال وأنت هترد بأول كلمة تيجي في دماغك. إمم. تمام؟ طب أنا استنى ما تغششنيش الأسئلة الأول؟ لا مش هينفع أغشِّك الأسئلة الأول، عشان لازمًا أول بس تفكير أنت تيجي في صاحبي دماغك. يا إيهاب. ما هو أنا على فكرة عارف إجابات الأسئلة دي. بس بلاش أسئلة محرجة يا إيهاب. ماشي. ماشي. الكورة. إسماعيلي. أنا عارف والله. أنا عارف هيكون الكورة إسماعيلي ودمنهور. إسماعيلي ودمنهور طبعًا، لأن طبعًا يعني أنا الإسماعيلي، يعني أنا باستمتع بلعب مش عارف الناس متضايقة من إيه، هو طبعًا حُبّي الأول بلدي دمنهور، يعني أنا عندي دمنهور ديّة ما حدّش ييجي ناحية سيرة دمنهور دي خالص، دمنهور في حتّة تانية، إن شاء الله يا رب دمنهور بتلعب بطولة العالم للبلي هاشجّع دمنهور، إنّما طبعًا كورة في مصر الإسماعيلي، مين في مصر ما بيحبّش الإسماعيلي؟ طب بمناسبة دمنهور، دمنهور ككلمة، أول حاجة جت في دماغك إيه؟ دي مدينة جاءت قبل التاريخ، كتير مش عارفين الحكاية دي، دمنهور مدينة عمرها أكتر من 10.000 سنة، دمنهور بالنسبة لي المدينة فيها راحة نفسية، يعني أنا باحب دمنهور. طب لو هنلخصها في كلمة واحدة. الحب. يا سلام. منصة أشطر. شركاء نجاح. شخصيتك في كلمة. البنا. الشخصية. والله يعني الشخصية يعني بمنتهى البساطة كده بنحاول نرضي ربنا في شغلنا بس. أنا ممكن أجاوب على السؤال ده، شخصية نضيفة. يعني اللي أنت شايفه والله ربنا يحليني في عينيك يعني. الكذب، ديّة أخطر حاجة يعني. الثانوية. الثانوية خطوة مهمة في حياتك مش نهاية حياتك. أونلاين والّا سنتر؟ الاثنين معًا. جميع ما سبق. شرفتنا يا مستر، حابب تضيف حاجة في النهاية؟ والله أتمنى دايمًا إن مسيرة النجاح اللي بيني وبين أشطر تستمر، لأن أنا مبسوط من الشغل مع أشطر، وأتمنى إن شاء الله إن أشطر تغطي مصر كلها، ودايمًا مصر كلها تبقى أشطر. والكلمة بقى لإيهاب بقى أي حاجة. إيهاب ما شاء الله إحنا مع بعض قضينا مع بعض سنة كاملة، الحمد لله يعني وصلنا لمرحلة دلوقتي إن إحنا يعني في بيننا علاقات وِد مش مع إيهاب بس، مع الteam بتاع استوديو دمنهور كله، قاسم وعلياء وكان قبلها أسامة، ومعانا محمد حمدان دلوقتي، الteam كله وبعدين العربي ما شاء الله الteam كله يعني الواحد وبيتر طبعًا يعني بيتر الإسكندراني عشان هو بس إسكندراني بيقول لك أنا جاي للفلاحين بس إحنا طبعًا دمنهور وإسكندرية إحنا دايمًا بنقول له دمنهور وإسكندرية بلد واحدة وبيتر بقى واحد مننا، فدي ميزة في أشطر إن هم الteam كله الواحد بيحس إنه جاي بيته التاني يعني.